ده مفيد جدا لحالات طبعا الاسهال، انتفاخ الحويصله، يوسع الشعب الهوائيه، منشط للمبايض، هتحد فعلا من انتشار الامراض اذا كانت امراض بكتيريه او امراض فيروسيه، كمان هتساعد على زياده الانتاج. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وسعادة يا رب. النهارده ان شاء الله هنتكلم على حاجة مهمة جدا، مكون احنا ممكن نشتريه من العطار، ثمنه لا يتعدى ال 5 جنيه او ال 3 جنيه، هيساعدنا فعلا على زيادة الانتاج. لو الحمام عندك قاطع بيض وما بيبيضش، باذن الله هنستخدمها برضو للحمام بتاعنا، اذا كانت طبعا بتحد من بعض الامراض اللي هي بتبقى منتشرة خاصة في فصل الشتاء. المكون اللي انا هتكلم عليه اللي هو البان الذكر يا جماعة، اللي احنا ممكن نشتريه من عند اي عطار ب 3 جنيه او ب 5 جنيه حسب الكميه اللي انت عايزها. هنشوف دلوقتي طريقه تقديمه، بس قبل ما نشوف طريقه تقديمه هتكلم على الفوائد العظيمه بتاعته. اول حاجه يا جماعه اللي هو بيتميز بيها ان هو مضاد قوي جدا للسموم. بالنسبه للمضادات السموم اللي احنا بنحتاجها، اذا كانت طبعا بعض الامراض اللي هي ممكن تتنقل عن طريق الكلفه، او اذا كنت انت بتاكل علف فلازم انك انت تستخدم مضاد سموم عشان تقلل من حالات التسمم اللي هي ممكن تيجي عن طريق الاعلاف او عن طريق الكلفه. يمنع حالات انتفاخ الحويصله اللي احنا كلنا برضو بنشتكي منها، ساعات بنلاقي في تحجر في الحويصله اذا كانت عند الزغاليل او عند الاسوس الكبيره. تحجر الحويصله او انتفاخ الحويصله بالميه او انتفاخ الحويصله بالماء، ده بيمنع حالات انتفاخ الحويصله تماما ويقضي عليها تماما. يوسع الشعب الهوائيه ويقلل من حالات النهجان اللي احنا كلنا بنشتكي منها، وخاصه في تغيير الفصول اذا كان من فصل الشتاء لفصل الصيف او العكس صحيح، ودي تعتبر من اهم مميزات اللبان الذكر. يقوي الجهاز المناعه، لو احنا فعلا جهاز المناعه بتاع الحمام بتاعنا قوي هيبقى حائط صد بالنسبه للامراض اذا كانت امراض بكتيريه وامراض فيروسيه اللي هي الروشه او السالمونيلا. ويساعد على تنشيط المبيض، ودي حاجه مهمه جدا جدا بالنسبه للانتاج، ودي اهم حاجه اللي انا فعلا بحتاجها، وخاصه في الفتره اللي احنا فيها فترات القلش بيطلع الحمام بتاعنا مريح، محتاجين ان احنا ننشط المبيض، فده بيعمل على تنشيط المبيض، بيعمل على تطهير الجهاز التناسلي من البكتيريا، وده السبب الاساسي في قله الانتاج. لو الجهاز التناسلي مصاب ببعض البكتيريا ده طبعا هيسبب قله في الانتاج او مش هيخلي النتايه تبيض، بيعمل عمليه تطهير بالنسبه للجهاز التناسلي للانثى، بعد كده ان شاء الله بنلاقي في بيض وفي انتاج. يمنع وجود امراض بكتيريه في الفم واللسان. الامراض اللي هي البكتيريه يا جماعه اللي هي الكنكر بمعنى اصح، ده بيحد منها اذا كانت طبعا بتتنقل عن طريق الاهالي للزغاليل، بنلاقي موت الزغاليل اللي احنا كلنا بنشتكي منه. فلو استخدمنا اللبان الذكر باذن الله يحد من انتشار الامراض اللي هي البكتيريه اللي هي بتبقى في الفم. ومن اهم فوائده برضو ان هو بيحتوي على ماده الكورتيزون المضاده لجميع الالتهابات والمسكنه للالام، وخاصه التهاب المفاصل الناتج عن الباراتايفود. يجدد الخلايا للكبد، يعني منشط قوي جدا بالنسبه للكبد، اللي انا برضو بحتاجها للحمام. بنلاقي حاله خمول عند الحمام، بنلاقي كسل، فبنستخدم اللبان الذكر، ده منشط قوي جدا بالنسبه للكبد. مضاد لحالات عسر الهضم ويسهل حركه الطعام، يعني شلايه تحجر الحويصله اللي احنا لسه متكلمين عليها، وبيساعد على عسر الهضم. ومهم جدا ان احنا لازم نستخدمه لو مره واحده بس في الاسبوع، هو بيحد فعلا من انتشار عمليات عسر الهضم وبيساعدنا في زياده الانتاج. مخصب قوي جدا للذكور لانه فعلا بيحتوي على فيتامين ه بوفره، وده طبعا اللي احنا بنحتاجه بالنسبه للذكوره. السيلينيوم اللي احنا عايزين فعلا الذكوره تبقى مخصبه، لازم ان احنا نشتغل باللبان الذكر زي ما انا قلت كده، ولو مره واحده بس في الاسبوع. هنتكلم بقى على طريقه تحضيره. طريقه تحضيره ممكن اجيب كميه ما يعادل ب 5 جنيه او ب 3 جنيه على لتر ميه، احطها على لتر ميه واسيبها تتنقع لمده 12 ساعه، او ممكن في اليوم التالي ابدا اقدمها. ممكن ان انا امسك الاسوس وادي لكل فرد ما يعادل 2 سم او 3 سم بالفم مباشر خام من منقوع اللبان الذكر. ده مفيد جدا لحالات طبعا الاسهال، انتفاخ الحويصله، يوسع الشعب الهوائيه، طبعا منشط للمبايض، هتحد فعلا من انتشار الامراض اذا كانت امراض بكتيريه او امراض فيروسيه، كمان هتساعد على زياده الانتاج. لو انا هقدمه يا جماعه هنقدم اللتر ده على 2 لتر ميه، بيبقى مر على الحمام بتاعنا، فلازم برضو ان انا اعطش الحمام. المهم جدا برضو ان الحمام يكون عطشان ما يعادل مده 4 ساعات او 6 ساعات عشان الحمام يقدر يستفاد باكبر كميه من المنقوع اللي انا اديته له ده. دي كده نهايه حلقتي معاكم، يا رب كده اكون قدرت اقدم ماده مفيده لحضراتكم. ما تنسوناش بقى في نهايه الفيديو باللايك والشير والاشتراك في القناه، ويا ريت تفعل زر الجرس لتصلك كل فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.